ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على سيدنا محمد. تم افتتاح مسبار تتكلم عن كل الخدمات التسويقية والإعلامية من دعاية وإعلان إلى تصميم وتنفيذ المشاريع برؤية جديدة وبأفكار جديدة، وهذا واحد من 5 فروع قادم بإذن الله في المنطقة. ما شاء الله تبارك الله. أبو نايف ألف مبروك، الله يبارك فيك، يطول في عمرك. الناس تبغى تسمع وتشوف وش عندنا. أول شيء الله يحييكم. هذا الافتتاح التجريبي اليوم لمسبار، أو خلينا نقول مسبار في قطاع الدعاية والإعلان. اليوم مسبار مجموعة قطاعات داخلة في سوق الخارج لاستهداف تطوير مجموعة من القطاعات. يمكن اليوم احنا في افتتاح أول قطاع اللي هو الدعاية والإعلان، سبقها الفعاليات والمعارض، كان في مهرجان التمور، وقادمين إن شاء الله في المنتدى السعودي للألبان، ومجموعة إن شاء الله من الفعاليات اللي بتكون خلال الفترة القادمة. أبو نايف، سر التألق اللي شفناه في الفعاليات أكيد إنه راح يستمر في بقية الفروع والمجالات، السر وش هو أبو نايف؟ توفيق الله وفريق العمل وشركائنا اليوم هم سبب النجاح بعد الله سبحانه وتعالى. يعطيك الصحة والعافية. كلمة برضو خاصة لمتابعينا، وش القادم القريب غير منتدى الألبان؟ قريبا منتدى الألبان، بعد منتدى الألبان إن شاء الله قريبا بيكون فيه مسرحية، عمل مسرحي يعني خلينا نقول مجموعة فنانين كبار على مستوى المملكة ومستوى الخليج إن شاء الله خلال الفترة القريبة. شكرا لك أبو نايف. يعافيك، يطول في عمرك. الأستاذ عبد الله طفيل، مدير قسم الدعاية والإعلان في مسبار. ودنا نسألك، أول شيء قلت في مفاجأة مقدمينها بهالمناسبة، قبل المفاجأة ودي أخذ فكرة عن قسم الدعاية والإعلان في مسبار. طيب، اليوم احنا نقدر نخدمكم في جميع المنشآت المتوسطة والصغيرة والكبيرة برضو. اليوم عندنا البوكسات، الباكجينج بشكل عام، كل ما يخص الباكجينج. اليوم برضو نقدر ننفذ لك اللوحات من التصميم إلى التنفيذ. جميع الموظفين اليوم بيكون بخدمتكم. عندنا برضو خدمة ال 3D، راح نقدر اليوم نصمم لك وننفذ لك بكل جامعة تنفيذ المشاريع بشكل أكبر. هذه بعض من العينات. اليوم عندك المتاجر برضو الإلكترونية نقدر نخدمهم في الباكجينج كامل. عندك المدارس من ناحية التقويم، عندك جميع القطاعات بشكل أكبر نقدر نشتغل معهم. هذه بصفة كبرى. والصفة الصغرى، اليوم أي زائر يجينا من الزوار إن شاء الله يشرفنا الفرع راح نقدر نخدمه ب 200 ريال كقيمة خصم الإجمالي الفاتورة. فاتورتك ب 1000 ريال راح يكون الإجمالي 800 بمناسبة الافتتاح إن شاء الله. وهذه نبذة بسيطة، وإن شاء الله الجاي أفضل وأفضل بإذن الله. أحمد، سمعنا أن في أكثر من فرع قادم، صحيح الكلام؟ إن شاء الله الفرع القادم إن شاء الله بشارع 13 بجوار مكتبة الإشراق، إن شاء الله راح يكون افتتاح بعد شهر بإذن الواحد. ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك أبو أحمد. تحت أمرك. حاليا معي الأستاذة مريم، مسؤولة عن المؤثرين. ودي أعرف أستاذة مريم إيش تقدمون في هذا القسم؟ أهلا وسهلا. طبعا حاليا إذا في أي شركة أو أي محل يبي يسوق شركته طبعا يتواصل معنا. احنا كيف نساعده؟ نختار له المشهور المناسب في شركته، مثلا هو مطعم أو كقطاع معين نختار له المشهور المناسب. طبعا المشاهير اللي نختارهم بطريقة غير عشوائية أبدا، احنا مختارينهم بعناية، وبإذن الله بيلاقي إعلانه إعجاب. في باكيجات معينة ولا السعر واحد؟ أكيد طبعا في سعر للإعلان الواحد وفي سعر الباكجات، وسعر الباكجات بيكون أقل طبعا للي بياخذ باكج. وأبد حياكم الله في أي وقت. شكرا أستاذ.